بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلات السودانية كثيرة تشعب، كل ما يشرق علينا يوم جديد كل ما تشرق علينا مشكلة جديدة. نحن لدينا مشاكل في الشرق، لدينا مشاكل في الغرب، في الوسط، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان فيه مشكلة، لكن تعتبر ولاية الخرطوم سودان مصغر. يعني أنا يخيل لي الناس لو قدروا يحلوا مشكلة ولاية الخرطوم فمن باب أولى إن تكون اتحلت مشاكل الأقاليم. أنا كنت كتبت مقال عن تسوير أراضي الغير، لكن عامة يا جماعة للأسف الشديد السودان ديل في ناس لا يرحموا لا يخلوا رحمة رب العالمين تنزل علينا. أنا لما اتكلمت عن تسوير أراضي الغير وجدت بوابل من الشتائم والإساءات، بالذات من واحد اسمه بلة الغايب، بيقول لي أنت قبل كده أنت بتحرض الحكومة عشان تقلع من الناس. ما في الأراضي دي. أول حاجة لعلمكم القانون كله، أسأل المحامين، القانون لم يكتب القانون في العالم إلا لحفظ حقوق الأراضي. الإنجليز لما جونا هنا جاء قانون جاهز، كان سبقتنا الهند وخذوا القانون السوداني مع يأخذوا من البريطاني إلى الهندي، واتعمل قوانين اللي بتتحكم في الملكية الأرض. وأنا يخيل لي الإنسان هو من الأرض، خلق آدم من تراب، فما دام آدم من تراب فده يعني إنه هي الأصل بتاعنا التراب، لازم نحافظ عليها. طرحنا المشروع بتاع تسوير أراضي الغير وكتبت ما خليت حاجة ما كتبت فيها، ولا مسؤول واحد ما قال لي يعني يا ريت. أفضل حاجة اللي شتمني اللي اسمه بلا الغايب ده أفضل من الوالي الخطيب. معناها الناس دي لا بيقروا ولا بيطلعوا ولا عندهم رغبة يحلوا مشكلة، بس تلقاهم شفت كيف في الاحتفالات دي لابسين البيضة الجبل وزعلون افتكر جبريل البلو دي، وما في أي خطط، ما في أي تفكير، ما في أي اتجاه للأمام عشان نصلح الوضع اللي احنا فيه. أنا كنت نقلت لكم فكرة نفذت قدام عيني. لم كنت مشارك يا جماعة. الإنسان بعض مرات بيشارك بصفة قيادية، وأنت قد تكون بيسموها في الكيمياء كاتاليست أو محفز. يعني أنت لما تجيب لك واحد مهندس مساحة أو مهندس ميكانيك أو كده تشغله معك في حاجة وهو أجنبي، ما معنى الإنسان ده هو المخطط وهو المفكر لا، ممكن يكون مسهل زي ما ناس فولكر بيرتس والجماعة دي. ونحن اشتغلنا في الحاجة دي. أنا اشتغلت في تسوير أراضي الغير، واشتغلت في إزالة المرتفعات. كان أذكر المنطقة الآن لو مريت في شارع المعزر ما بين شارع الضباب والمنطقة بتاعت رياض ماريوت والمنطقة الجميلة دي كانت جبال ما لها نهاية. وأذكر كنا بنجي أمانة مدينة الرياض تطرح إزالة الجبال، جبال عالية جدا، إزالتها في مناغصات لعمالة وغالبيتهم كانوا من اليمن، وما مسموح لك إنك تفجرها بالديناميت، لأنك أنت في مدينة قلب المدينة
شارع المعزل ده يعتبر قلب المدينة. المسموح لك بالأطلسكوب الكمبريسور ده تمسك من راس الجبل ده لحد ما تخليه مع مستوى الأسفل. كانت عملية يعني عجيبة جدا. دوري أنا كان شو بتجي البلدية بتصرح المنافسة دي إنه الجبل ده فيه كذا 1000 متر مكعب. اليمنية ديل بيجونين بيقولوا لي يا عم سلمان أيوه ده الجبل عايزين نوديك لجبل شوف لنا فوق كم. والعملية بتاعت تجيب في راس الجبل ده وتعمل كنتورينج لحد ما تصل النقطة اللي هم داقين عليك بالبوية في الاسفلت. ده المستوى اللي هم هيشتغلوا عليه. بنقوم تطلع لهم مثلا. أذكر في الزمن ذاك كان المسؤول عن المساحة والمخططات في أمانة مدينة الرياض سمو الأمير المهندس سعود بن سنيان. وخيلي سعود بن سنيان ده أمه بنت الملك فيصل، رجل مهذب وأنا ما كنت قاعد له أمير، وجمزح معاه وهزر معاه. في يوم من الأيام جيت لقيت في الجريدة صرح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سنيان رئيس نادي الهلال. ثاني ما جيت ناحية طب سلمان انت وين؟ قلت له يا زول ابعد مني كيف؟ حكيت له قلت له انا لقيت في الجريده انت امير. طيب مال يا اخي شنو امير؟ بس شو السعوديين فيهم حاجات جميله شديد. يقوموا اليمنيه دول لما هم واخدين المساحات دي يشتغلوا عليهم جماعه ما في داعي لذكر جنسيتهم، ما بكونوا دقيقين، لأن هي حقيقة شغلانة مش سهلة. يعني إنك تمسك جبل وتقسم الجبل ده لشرايح، تطلع المساحة الأولى والثانية والثالثة زي الجاتو اللي بيقطعوا ده كده، تطلع كروس سكشن اريا 1 اريا 2 اريا 3 وتجمعهم وتقسمهم على 2 وتضربهم في الديستنس ان بتوين. شغلانة جميلة جدا وغير انترستنج. اللي بيحصل شنو؟ أنا بقوم أطلع مساحة تفرق كثير عن بتاعت الجماعة. فبن سنيان يقول لهم مين اللي اشتغل الشغلانة دي؟ يقولوا له مهندس المساحة السوداني سلمان. خلاص كانت دي أنا بعتبر شهادة احتز بها من الإخوان دي. ده في إزالة المرتفعات، برضه في اشتغلنا في تسوير أراضي الغير. بنتعلم من الناس دي حقيقة. واحد قال لي يا أخي عبد الناصر ضيع السودان، لو مصر والسودان اتحدوا كنا بقينا دولة عظمى. قلت له لا، كنا بقينا دولة سفلى، لأن الشعب المصري بتاع كلام والشعب في السودان بتاع كلام. الشعب السعودي شعب ما كلامه ما كثير خالص. بعدين مميزين في علم الإدارة، يمكن في النواحي الفنية دي والشغل اللي بنشتغله ده نحن بتاع الناس، لكن ما يحتاج حتى أنا أشتغل شغل كثير وما نجي أشرح عليهم ما بيحتاج مني. أنا أتذكر معالي الوزير عبد الله بن عبد الرحمن الحسين كان وزير الكهرباء. طبعا نحن زي ما بقولوا عننا قرقر بالكم، لما نشتغل الشغل واجي اشرحه له بيعمل لي كده يرفع يده طوالي نفسه. معناها انا شنو؟ فهمت. فعشت معهم قرابة نصف قرن. الإخوة السعوديين دول مش يعني يخلوك
تنبهر بهم. حتى لما الأمير محمد بن سلمان قال أنا سأله قال له أنت مصدر صيغتك شنو في القضايا اللي أنت بتطرح فيها دي؟ قال له مصدر صيغتي في الإنسان السعودي. وحقيقة الإنسان السعودي الآن غير التعليم اللي تعلموه، الآن مسكوا وظائف حساسة جدا وبدوا ينفذوا عمل. المشكلة أنا عايز أعرف كيف نصحي الإنسان السوداني، ومش نصحيه، نصحيه من القمة. يعني هسه الآن أنا شايف البرهان ده نايم، البرهان ده ما طرق لأي موضوع له علاقة بالعلم. معالي أمين إيه ده بيسموه شنو، والي ولاية الخرطوم نايم. كنت أتمنى من والي ولاية الخرطوم أسأل سؤال، هل أنت بتطلع على الحاجات اللي بتخص الولاية؟ أنا اقترحت الموضوع ده عنده ميزة كبيرة جدا جدا، إنك ما عايز قروش من وزارة المالية عشان تزيل الأوساخ، عشان تصفية الشوارع الداخلية، عشان تعمل تسوير أراضي الغير. تصوير أراضي الغير ده عنده عائد بتاع مالي بيغطي لك المشاكل اللي عندك جوا في ولاية الخرطوم كلها مع بعض. ما عايزين، ما في. حتى طلبت لواحد اخونا اسمه هيثم بسأله بقول له يا اخي انت ما بتقابل والي الخرطوم؟ قال لي والي الخرطوم ده ما بمشي له بلقاه في اجتماعات بيجتمع بيصير في شيء، البلد وسخان. بعدين يجي يقولوا لك يا اخي نظافة الخرطوم مسؤولية المواطن. لا، انتوا عمركم شفتوا لكم مواطن بينظف مدينته؟ دي ما مسؤولية المواطن، دي مسؤولية قسم النظافة بولاية الخرطوم. ما معقول المواطن يدفع لك قروش نفايات تيجي تدق الباب البيت السكر طوالي بنمشي جنب الباب ندي له قروش نفايات، بتوديها وين؟ بيمشي ياكلوها. القروش اللي بنديكم لها للنفايات دي انتوا بتعملوا بيها شو؟ بلد امن ما فيها، وسخ. واحد يقول لك يا اخي انت اراضي الغير دي حقتك، مالك ومال مسورها. طبعا ده زول جاهل. لكن احنا يا جماعه مهمتنا انه لو في زول جاهل نتواضع ونقعد معه. يا سيد بلة، انت قلت لي دخلك شنو في اراضي الغير؟ الاراضي دي ما حقتك. الدولة لما تديك قطعة ارض بتديك لها عشان تعمرها وتسكن فيها، لكن ما عشان تمتلك 40 50 100 قطعة وتخليها في وسط الخرطوم فاضية. جاية جنوبية جنبنا عملت بيت كده بالبروش وبتسوي عرقي وبتبيع مخدرات. واحد قال لي الجنوبية دي كمان معاه واحدة ثانية بتشتغل في الدعارة، يعني خمور ومخدرات ودعارة، عشان لقيت لها قطعة أرض فاضية. طيب نحن مطلوب منا شو؟ المطلوب مننا يا جماعة إنه قطع الأراضي دي نحن ما دايرينها تقعد بور أرض فضل، دايرينها تتبني. ليه تتبني؟ البنيان لما أنت تبني وتعمر أرضك بيكون العرض على المساكن كثير وأكثر من الطلب، والسكن بيقل، الإيجار بتبقى قيمته قليلة. هنا بيدخل حاجات عجيبة جدا جدا، بتتحل مشكلة العنوسة. يعني حاسس في شباب، والله في شباب وشاب وشابة من عمرهم 30 28 سنة مخطوبين، مضت عليهم 12 14 سنة، الولد عمل 44 البنت 42، خلاص الدولة ذاتها وقفت منها. يعني لو اتزوجوا ما حيلتوا.
قالت له والله نحن بعد ال40 إلا نتم شنو؟ نتم حج. هنا تبقى المشكلة في أنه السوداني أنت لو طرقت باب بتاع حديث فيه مصلحة للوطن يجي نط عليك واحد زي بلا الغايب ده وواحد تاني يقوم يشتمك. هو ما فاهم حاجة، ما فاهم إنه قطعة الأرض دي لو اتعمرت واتسكنت هو ممكن يتزوج ويجي يسكن فيها. طيب يا سلام، what is after؟ والله أنا ما شايف في حل غير أنه طيب نجي. أنا والله كنت ماشي، كان عندنا كرامة وقلنا دايرين نشيل لنا صحن كبير كده نديه لناس فقراء. وين واحد قال لي يا أخي هنا في طلبة بيقروا قرآن في خلوة والصفري. الخلوة دي لما جينا داخلين في شارعة 3 شوارع مقفولة بمخلفات بناء. دخلنا الشارع الرابع، الجار اللي هنا باني بحديد باني له بيوت في الشارع وقبال واحد. الشارع عرضه 10 متر أو 12 متر، ما فضل فوق غير 4 متر. تعديات. وين الخرطوم جايب خبر؟ والله وين الخرطوم ده؟ والله وين الخرطوم ده مفروض يقدم لمحاكمة الآن ويسألوا عن الأسئلة دي، والمرتبات اللي أخذها كلها تؤخذ منه. ليه أنت تاخذ مرتبات وشعبك في وضع زي ده؟ أن احنا دي الحلقة دي خليها دردشة ساكن. فرغنا فيها موضوع تصوير أراضي الغير، لازم تتنط والنفايات وسفلة الشوارع الداخلية وإزالة التعديات على الشوارع. يا جماعة الشارع ده ما حقكم، الشارع ده ملك للدولة. أي شخص جاي يبني له أوضة كابي له رملة في الشارع، البلدية تشيل الرملة وتديه غرامة، تصادر الرملة وتديه غرامة. واحد جايب له لوري بتاع طوب منزل في الشارع، تشيل لوري الطوب وتتعمل حوش يجمعوا فيه الرملة والطوب والحاجات دي ويعرضوها للناس بسعر مخفض. ليه؟ السودانيين دي لازم يكون في قانون رادع، قانون رادع يخليهم يتعلموا حسن الأدب، يتعلموا كيف يحترموا مدينتهم. المدينة دي اتهانت من قبل التركية. ما في واحد يوم واحد يقول لي يا أخي احنا أيام مهدي مصطفى الهادي، يا أخي مهدي بلا مصطفى الهادي بلا جعفر النميري كله يا جماعة ما فيكم زول يقول أنا أحسن من النظام القبلي، نحن كلنا واحد. حتى الرجل اللي قال لي لو عبد الناصر خلى مصر والسودان اتحدوا، قلت له يا أختي كلمة ده كذاب وده بتاع كلام ساكت، كلنا بتاعنا هترس كلام فارغ. نحن محتاجين مربي. أول حاجة لازم يتكتب حاجة، أنا ما بعرف الأخوان القاعدين دي الحاسب يكتبوا هناك، لازم يتكتب لأي سوداني خطوات يمشي عليها. شايفين البروسيسور الكمبيوتر اللي قدامي ده؟ فيه جهاز اسمه المعالج البروسيسور. انتوا لازم يتعمل لكم بروسيسور في مخكم ده هنا عشان تعرفوا تسوير أراضي الغير، إزالة المخلفات. إزالة المخلفات دي ده علم بيجيب قروش كثيرة جدا جدا. المخلفات دي تقوم تقسم، تخط الكرتون لوحده، البلاستيك لوحده، علب الحديد لوحده، دي لوحده، الباقي ده ما بتحرقه، بتمشي بتصنع منه أسمدة، وفي باقي بتحرقه. لا نحن ما عايزين كده، عايزين شنو ما معروف. يا جماعة البلد دي ما ممكن تتصلح براها.
البلد بيصلحوها الرجال. وانا بقول لكم عديد يا سودانيين، انتوا بسلوككم ده ما سلوك رجال. امشي اليابان ما عندها اي موارد كلها. التربه اللي هي لا بيسموها شنو دي اللي طالعه من البراكين دي، حرات حجاره لونها اسود، ما في غير السمكه في البحر. شوف عملوا شنو، شوف الكوريين ديل عملوا شنو بعد. لعلمكم تذكر فيتنام وحرب فيتنام، الليله فيتنام دي قريب حتكون زي ايطاليا. تذكر بنجلاديش، اخواننا البنجلاديشيين اللي بنضحكون ديل الحسي شغالين معاكم في السودان وكده بتضحكوا فيهم، قطعوا شوط كبير يا اخي. يعني بنجلاديش قادتها مرة الان حتكون من الدول من نمور اسيا. يجي البرهان يرفع يده كده، يرفع اصبعه، نحن حنحسن لكم البلد دي، تحسن لنا مش يا برهان. يا برهان اكتب لنا كلام عليك الله، الكلام اللي بتقول في الهودة اكتب، قول يا جماعه لتحسين السودان اعملوا كده كده، نحن اوعدك ان نعمل. لكن انت لا عارف، لا نحن بنقدر نساعدك، نحن كلنا على بعض زي ما قلنا خربانين ساكن. تسوير اراضي الغير، نظافه، ازاله النفايات، سفلتة الشوارع وول طول. يا اخي اتمنى قبل ما اموت وانا عايش عمري 75 سنه، اتمنى قبل اشوف الخرطوم دي كلها وول طول من الجدار للجدار مسفلته. ازاله التعديات في الشارع. يا اخي واحد في حلتكم عايز يبني بيته كلكم تطلع من الشارع ده تلف، الشارع ما حقه. انت زول الدوله ادتك قطعه ارض حكر، ادتك ليه؟ عشان تعمرها. الان قطعه الارض لها قريب 30 سنه فاضيه، معناها انت اخذتها وما محتاجها، تنزع منك طوالي. ده الموضوع ده هنرجع له بالتفصيل بتاع طبعا يا جماعه العيب رقم واحد انا المسؤوليه السياسيين، لأن السياسيين هم اللي بيرسموا الخط السياسي للناس اللي يمشوا فيهم. الخط السياسي مين اللي يرسمه؟ السياسي. الاقتصادي الناس المتخصصين في الاقتصاد، والاجتماعي اخصائي الاجتماع ولا واحد. حتى عمركم صحيتوا من الصباح لقيتوا كلام مكتوب بيقول لك تعمل كده، لو عملت كده غلط اعمل كده صح؟ ما في، كلهم جهله، مجموعه جهل ومجموعه ناس نحن بنتكلم في الفارغه والمقدوده وما لنا اي اثر ايجابي عشان نحسن الوضع في البلد. أنا في السياسة مشكلتنا في السياسة شنو؟ مشكلتنا في السياسة إن السودان ده واقع مع الشرق اللي جاي من ناحية الجزيرة العربية والشرق آسيا، واقع مع الشمال مصر وأوروبا، واقع مع العمق الأفريقي. يعني السودان ده في تيارات داخلة عليه، والتيارات دي هي اللي خربت السياسة وعملت عندنا نمط سياسي يعني سالب. نحن في وضع سيء جدا جدا، وما في امل اصلا السودان ده ما في امل يتحسن الا اذا كان جاء رئيس قوي. ومشكلتنا في ثلاثة: الحزب الشيوعي،
عايز أعرف كارل ماركس في ألمانيا طرح الفكر ده في ألمانيا وما نجح، والفكر ده مش طرح في الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي فشل فيه ورفضوا وفرتكوا. نجي نحن نحييه بين الصديق يوسف في السودان. يا أخي ده فكري، يعني ما عايز أقول لك ضال أشياء كثيرة. إذن الشيوعية جاتنا وما أفادتنا بأي شيء. الآن كل ما تجي في أي حاجة يقول لك الحزب الشيوعي طلع من هسه الآن قاعد برش الحزب الشيوعي. ده الوقت اللي احنا محتاجين له فيه إنه يضيفوا ويدوا رأي، بعد كده الناس يقولوا إيجابي أو كده. لكن لو دخلوا جوا ودوا رأي خافوا إنه تجي الانتخابات ما في زول يدوا، برضه ما في زول حيديكم. طلوع الحزب الشيوعي بعدين ألف له أحزاب، يعني البحث ده بتاع ناس وجدي صالح ده تبع الحزب الشيوعي، بدليل إنه لما ده طلع معاهم برضه. لا يجيك واحد زي ساتع الحاج يعمل له حزب ناصر شنو يا ابني يا ساتع؟ عبد الناصر دمر مصر وخرب مصر، عايز تحييه من القبر يجيبوا لنا عشان يدمرنا؟ نحن الضرر اللي حصل لنا من عبد الناصر. الأمور كلها خطأ. نجي للتنظيم الجانا تاني من مصر اللي هو تنظيم حركة الإخوان المسلمين، عمل ما عمل في مصر، وجو عندنا هنا 30 سنة قتلوا الناس كلهم، محل ما يمشي قتلوا. يعني أهون حاجة عندهم قتل النفس، ودي من الكبائر. السبع الموبقات منها شنو؟ الشرك بالله والسحر. نمرة 3 قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لو سألت أي واحد من الأخوان المسلمين قلت له يا أخي الناس اللي قتلتهم ديل ليه؟ يقول لك وقفوا ضد الدولة. الدولة يا الدولة بتاعتنا بتاعت الأخوان المسلمين. أنتم مين اللي اداكم حق عشان تعملوا دولة وعشان تقتلوا الناس؟ قتلوا قريب 300 أكثر من 300 ألف نفس في دارفور. مش غطل. أنا كنت بخش على الغرة دي كلها بتكون الغرب بتكون رماد، إلا لو في زير. طبعا الزير لأنه أصلا طلع من النار رجع في النار بس فضل الزير. يعني قرية كاملة يكون فيها 20 30 40 بيت ما يفضل فيها إلا الأسير. ليه؟ بأي حق تقتله؟ يقول لك لأنه حاربونا عايزين يسقطوا نظام الحكم. هقول لكم كلام. الناس اللي الجهل اللي جو من مصر واللي جو من كربلاء عشان يقتلوا سيدنا عثمان عشان يشيلوا سيدنا عثمان، ما كان عنده قوة؟ كان عنده قوة ممكن يجيب بلادهم يقتلهم. لكن لو دي المسلمين برضه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي زول بيقول لا إله إلا الله ما تقتله، لأنه دي فيها نصوص شرعية يحرم عليك قتله. وحتى لو رفع عليك السيف، وحتى لو رفع عليه السيف خليه يقتلني وادخل الجنة، ولا أقتله أدخل معه النار. يقول إذا رفع المسلم سيفه في وجه أخيه فالقاتل والمقتول في النار. سيدنا عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان اللي أعد جيوش العسرة، اللهم أرضى عن عثمان فإني قد رضيت عنه، ده دعاء الرسول له. لا إله الله مصيبة المسلم. نحن نرجع نتحدث عن أخطاء الحزب الشيوعي لا تحصى، أخطاء الحركة الإخوان المسلمين لحد الآن نحن ندفع في ثمن أخطاء الإخوان المسلمين.
ولحد الآن الأخوان المسلمين بيصروا إنهم هم البلد دي عايزين يحكوا، عايزين يرجعوا تاني يحكموا. انتوا لما حكمتوها 30 سنة عملتوا شنو؟ أنا أذكر كنت في مناسبة، المناسبة دي كان عندنا زمان أول ما جات الإنقاذ دي كان في حاجة اسمها السكر التجاري والسكر التموين. سكر التموين ده رخيص، فنجي نشيل السكر من بتاع البغالة، بتاع البغالة يقول لك الأسبوع ده تجاري. ليه تجاري؟ يقول والله الخريف داخل وعايزين نجيب جازولين لعربية الزبالة، ونجيب جازولين نرش بيه ولا بتاعت المطر دي وكده، ونفتح المجاري. انت ما كمواطن ما بترفض، بتدفع السعر التجاري. جاني اخونا ناصر ابو القاسم قال لي يا اخي نحن عندنا الليله في بنو، هم طبعا ما ده تنظيم وبيعتمد السري جوا ميدان عبد المنعم، الحديث بتاع عبد المنعم بنوا قاعة للاجتماعات بيهم. تتذكر وانت ماشيين دخلت لقيت لك الحلل بتاعت الالماني دي، الحله غطرها مترين، لو حتى الثلج ده فيها يعوم كده، واحده كركديه وواحده شنو ده ما ويش اللحوم بس الأحمرين، ما في غير الأحمرين، سمك مشوي وفراخ مشوي. قمت قلت لهم يا جماعة الأكل ده جابوا لنا منه عشان ندعو لهم. كان المحافظ من ناس أم درمان ديال البيوت ديال الحلب قال لي الأكل ده من محلية الخرطوم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات. شالوا القروش بتاعتنا بتاعت السكر التجاري، بدأ لا جابوا جازولين، لا رشوا مبيد حشرات، لا فتحوا مجاري، لا عملوا أي حاجة، جابوها فراخ والسمك ياكلوا أي حاجة، والله عندهم طاقة للأكل كأنه ما أكلوا قبل كده كزندل. قلت له يعني البلدية بقى عندها ميزان حسنات. قام عندهم واحد اسمه زهير هو كان إمام مسجد الترابي في المنشية، جاء قال لي يعني أخ سلمان إذا قدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجل حافظ القرآن يعني، وأنا ما حافظ جزء عمه، ما أنا حافظ. إذا قدم أحدكم لا يسأل عن مصدره، بس إذا قدموا لك الهف وخلاص. يا زهير أنت إمام مسجد، أنا صليت وراك قبل كده، إذا كان أنت هذا الأكل جبت لي أنت في بيتكم أنا باكل، لكن دي القروش بتاعتنا بتاعت السكر التجاري جبتوها لكذا 100 من الناس ياكلوه، القروش دي حقتها ولا محافظة الخرطوم كلها. يا تخد الأكل ده في الشارع لناس الخرطوم كله ياكلوا فيه، يا نحن ال 400 راجل ديل ندفع كلهم. كان بيرأس الجلسة واحد اسمه محمد نحي الدين الجميعات، ده أي حاجة غلط بيعملها يا الجميعات أصلا في الموت، شو تتكلم معاه كأنك أنت ما إنسان. المهم بس يملوا بطنهم ويملوا جيوبهم. وده نهايته كانت يومتى أمين حسن عمر بيسأل بيقول نحن الآن بنحقق، عايزين نعرف أسباب سقوط النظام بتاعنا للشيء. النظام بتاعكم انهار من جوه يا أمين، ما تسأل أمين، أنت شاهد على سقوط الأرض. حتى لما تكون في شجرة والأرض أكلتها وجاء هواء بتقع، أنتوا الأرض أكلتكم من جوه، من سوء أعمالكم. أكلتوا قروش الناس وسويتوها بيوت. عايز تعرف الناس دي ما صادقين ليه؟
أسأل أي كوز قبل الإنغاز وين، يقول لك كنت في مايو، واحد يقول لك كنت في الحي يوسف، واحد يقول لك كنت في اسمه شنو دي كلاكلاك. الآن وين؟ يا قال لك المنشية يا كافوري. سألوا أخو عمر البشير اللي مات ذاك اللي اسمه، قال أنا أرض كافوري دي ما جبتها ساكن، أنا عندي قطعة أرض أحياء اللي قريبة في مبدة يعني، بدلوها له في قطعة أرض في كافوري. ما في حاجة يا جماعة، ده ما أخو الرئيس، هو اللي مات يوم ده اسمه محمد. قال يا جماعة مش عيب رئيس الجمهورية عمر البشير يكون في السجن؟ عيب والله. المفروض كان من أول يوم يتملي الرصاص زي شاوسسك ويترمي في القبر. هو ما كت الناس في رمضان. أنا أقول للقاضي اللي بيحكم في القضية دي حسان، إن كان ده يعتبر تدخل ما صح، لكن أنا أتمنى إن في رمضان ده تصدر حكم عليهم كلهم، الصف الأول اللي ارتكب الجريمة دي، ويعدموا ويدفنوا في قبر مجهول، كما حدث لأخوانه الضباط اللي قتلوا في رمضان. كل شيء عندنا معروف. طبعا لو أنا أصر إن مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها السياسي، السياسي ده ما هو راس الهرم فوق، هو اللي بيصدر الموجه للسياسات اللي تحت. وضعنا السيء، وضعنا محرج، نسأل الله السلامة. ده الحلقة الأولى من الدردشة. في الحلقات الجاية هنناقش كلها، وبرضو حنتطرق لقضايا تتعلق بالمثلث. أنا كنت بذكركم بمثلث خطير: حزب الشيوعي، إخوان المسلمين، الطرق الصوفية. والطرق الصوفية دي لها تأثيرات خطيرة جدا 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 علينا، ويخيل لي الضرر اللي حاصل لنا ده السبب فيه الطرق الصوفية. الطرق الصوفية، الحزب الشيوعي، والإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين طبعا من الطرق الصوفية. واحد قلت له لا الختمية الأنصار، قال لي يا أخي كمان الأنصار دار يكلمون على الصوفي. أول حاجة المهدي ده أساتذته كلهم سمانية، ويتبع الطريقة السمانية، واللي جاء بعده عبد الرحمن ولده سماني، والموجودين دي السمانية. دي طرق صوفية وكلها تدعو للضلال والكفر والكذب. أنا رفعت لكم على الإنترنت الطيب الجد، والله طيب الجد بيعمل حاجات والله في الجاهلية ما تعمل. بيلبس في واحد طاقية كده زي بتاعة الغساوس دي، وبيلبسوا حجاب في يده هنا، حجاب. هو شنو الحجاب؟ نحن دايرين الطيب الجد، والله بس يجيب الحجاب ده يفكه ويورينا كاتب فوشي. يا أخي هيك أنت رجل درست في جامعة الخرطوم قانون، وتخرجت وعينوك في القضاء، ووصلت لدرجة قاضي محكمة عليا، تيجي تشتغل بالدجل والكلام الفارغ ده، وتبدر البان شنو كده بريده، وجاب الغيم ونزل المطر. يا أخي المطر بينزلها غير الله سبحانه وتعالى. المهم نحن أي حاجة أنا في السودان دي مسكتها لقيتها ما شغلت. ربنا بس يولي من يصلح.